تيست. وين ساكن قلبي؟ بس دقيقة. كنيسة طائرة الكبرى في بغداد القرقوش أكبر كنيسة بالعراق. داعش لما احتل المدينة دمر الكنيسة وحرقها بالكامل، وبعد عودة الأهالي إلى هالمدينة بعد تحريرها بدأت عملية إعمارها في نهاية سنة 2019. وبالبداية كانت الإعمار بتقوية الأعمدة اللي كانت متأثرة بالحريق، وبعدها تم البدء بإعادة إعمار الكنيسة بالكامل من الداخل والخارج. موعد الانتهاء من الإعمار كان من المؤمل أن يكون في عيد القيامة سنة 2021، لكن لما انعلنت زيارة قداسة البابا للعراق وبالذات لهالكنيسة بدينا نسرع عملية الإعمار ونعمل بجهد كبير أنه يخلص العمل قبل تقريبا شهرين من الموعد المحدد حتى تكون الكنيسة مهيئة. حاليا الكنيسة مهيئة، انتهى كل مراحل الإعمار، وحاليا نحضر الكنيسة لزيارة قداسة البابا. بالتأكيد هالزيارة هي زيارة تاريخية، لأول مرة بالتاريخ يزور قداسة البابا وبابا الفاتيكان العراق وبالذات هالمدينة بغداد. أكيد أن تعني لنا كثير، خصوصا بهالظروف اللي دمر بها بعد الخروج من هالصراعات الكبيرة اللي مرت بها المنطقة بهجوم داعش والهجرة المكثفة اللي تصير للمسيحيين في العراق. تعنينا بأنه هو يشجع ويثبت المسيحيين الموجودين، وأيضا يشجع المسيحيين الموجودين بكل عالم اللي تهجروا من هالمدينة أنه يبقون متأصلين بجذورهم الموجودة هنا، ما ينسون أصولهم ولا جذورهم المسيحية اللي بالفعل هي مهمة لا فقط لبغداد ولا فقط للعراق، لكن أكيدا لكل العالم. أول شيء زيارة البابا فرانسيس بالنسبة لنا هي زيارة بركة، زيارة سلام، زيارة فرح. كل قرقوش لابسة حلتها البهية كأنه عيد، فكلياتنا فرحانين بمجيئه. هو الأب الروحي إلنا، جاي يتفقد أحوالنا، جاي يشوفنا، جاي يقلنا إنه أنا معاكم، وإحنا أكيد فرحانين. نتمنى أكيد إحنا نشوفه، ونتمنى إنه تكون هاي الزيارة زيارة سلام، زيارة بركة، زيارة إنه تعطينا أمل ورجاء حتى نبقى بأرضنا، حتى نحافظ على جذورنا، حتى نحافظ على وجودنا بالعراق اللي هو بلدنا واللي هو وطننا. وأكيد إحنا أبناء هذا البلد فرحانين ونحب نبقى ونتعايش، ووجوده معنا ينطينا دفعة حتى إحنا نكون نثبت إحنا همين للعالم إنه إحنا نقدر نعيش مع بعض بفرح وسلام. أكيد وجود البابا بيناتنا وتفكيره بينا ومجيئه لنا هذا أكيد راح يخلق فد شعور لأهلنا اللي سافروا واللي بالخارج، وأكيد اللي راحوا مو بطوع وباختيار منهم، ولكن الظروف هي اللي أجبرتهم يروحون. أكيد هذا الشيء راح يشجع يمكن رجعت بعض العوائل اللي بعدها ما مستقرة برا يعني، وبعض العوائل اللي دا تنتظر الهجرة اللي هي بعدها بلبنان وبتركيا والأردن. فيمكن هذا يكون لهم دافع قوي حتى يرجعون ويبدأون من جديد، ويعرفون انه بعد الخير، بعد التعايش، بعد الحياة ممكنة في العراق.